كلنا طبعا سمعنا عن ال 5G صح؟ طب انت عمرك بقى سألت نفسك يعني ايه 5G؟ ويعني ايه 1G و2G و3G و4G؟ هو يعني ايه G اصلا؟ تعال اقول لك بقى في 5 دقايق قبل النوم يعني ايه G؟ وايه هي الارقام اللي بتيجي بعديها دي؟ قبل ما اقول لك يعني ايه G عايز منك 3 حاجات. اولا تنام على السرير، ثانيا تقفل النور، ثالثا تخيل معايا. الجي يعني جنريشن، يعني بالعربي جيل. ال1G هي الجيل الاول، ال2G هي الجيل الثاني، ال3G هي الجيل الثالث، ال4G هي الجيل الرابع، ال5G هي الجيل الخامس. والجيل يعني مده من الزمن اللي بيعيشها اي اختراع قبل ما يعملوا له ابجريد. يعني في الموبايلات مثلا الجيل بيقعد حوالي 10 سنين. يعني الجيل الاول في الموبايلات اللي هو ال1G ده كان تقريبا سنة 1979، وده كان ساعتها اخترعوا الانالوج فويس كوميونيكيشن، وكان الموبايل بيقدر يعمل مكالمات بس. والجيل التاني اللي هو ال2G واللي كانوا بيسموه الجي اس ام جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن، ده كان تقريبا سنة 1990، وساعتها كانوا اخترعوا الديجيتال كوميونيكيشن، وبقى الموبايل يقدر يعمل مكالمات وكمان يقدر يبعت رسائل قصيرة اللي هي الاس ام اس. وال3G اللي هما كانوا بيسموه ال CDMA كود ديفيجن مالتيبل اكسس، ده كان سنة تقريبا 2001، وده كان بداية انتشار الموبايلات وبداية كمان استخدام الانترنت، وكان الموبايل اتطور شوية وبقى يعمل مكالمات ويبعت SMS وكمان بيدخل على الانترنت. رابعا ال4G او ما يسمى بال LTE، ده كان تقريبا سنة 2009، وهنا كانت بداية الكفرج الكبيرة قوي بتاعت الموبايلات، اللي هو انت كنت بتمشي في اي حتة هتلاقي الشبكة بتاعت الموبايل 100 كمان سرعة اعلى بكتير جدا مقارنة بال3G. خامسا ال5G، وده اخر جيل سمعنا عنه لغاية دلوقتي الحمد لله، ده كان تقريبا سنة 2019، ومتوقع يكون الجيل اللي بعد ال5G سنة 2030. ال5G كانت بداية ما يسمى به ال IoT. ال IoT هو الانترنت اوف ثينجز، يعني انترنت الاشياء، اللي هو مش بس الموبايلات اللي بقت تقدر تخش على الانترنت، لا كمان الاشياء بقت متوصلة عن طريق الانترنت. زي مثلا طبعا انت سمعت عن السمارت هومز والسمارت سيتيز والسمارت ميترز اند سو اون، ده كله بسبب ان السبيد بتاعت الانترنت بقت عالية جدا والكفرج بقت كبيرة جدا. ده كان باختصار الجنريشنز بتاعت الموبايلات في العالم كله لغاية وقتنا هذا. قابلكم مرة تانية ان شاء الله في 5 دقايق قبل النوم، وتصبحوا على خير.